السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناة سيرو كيرو. لو اول مرة تابعوني، انا سيرو، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة عشان تفعلوا الجرس ويوصلكم مني كل جديد، ولايك وشير لاصحابكم عشان الكل يستفاد. النهاردة الفيديو عن حل مشكلة غطا السكرية او البونبونيرة في الكونكريت. طبعا اللي شغال كونكريت عارف دايما ان مشكلة الغطا بتاع السكرية اللي هو الكورة بتاعته اللي فوق دي دايما بتتكسر. فانا النهاردة جبت لكم الحل. مبدئيا كده اي قالب، سواء السكرية او البونبونيرة او اي قالب تاني، دايما نحاول لما نطلع الحاجة نطلعها بالراحة، ما نتعفاش عليها او ما نستقواش عليها، وفي نفس الوقت ما نستعجلش في تطليع القالب، نطلعه بالراحة خالص. تمام. ونحاول ان احنا ايه يعني نشد القالب السيليكون عن قطعة الكونكريت وهو جوه القالب قبل ما نطلعه. ماشي، دي حاجة. وبرضو في حاجة مهمة ان احنا برضو لازم نبقى منضفين القالب كويس، ويفضل لو دهنينه مادة دهنية مثلا اي زيت او فازلين. ده برضو بيسهل في ان القالب يخرج بسهولة. تمام. ده هنا الغطا بتاع السكرية. انا خرجت قدامكم السكرية بالراحة. انا هنا ببتدي اي زوايد طالعة من الجبس على الغطا ببتدي اكسرها الاول. ماشي. وبعدين ببتدي اخرج الحتة اللي هي من تحت دي كده بالراحة بتنيها. تمام. واحنا عندنا القالب من فوق بيبقى جاي فيه زي 4 كده، نقول ايه، مراوح مثلا، او 4 زوايا. نبتدي بقى نشد ال4 زوايا دي كويس قوي بحيث ان احنا نفصل القالب السيليكون عن الكورة اللي هي اللي بتتكسر مننا على طول. تمام. نبتدي بقى نشدها كده واحنا نحاول بقى نضغط على الكورة كده من فوق بصبعنا، وننزلها بالراحة. لو انتوا خايفين او يعني مترددين ان هي تتكسر منكم، لو تجيبوا حد يساعدكم يكون افضل. تمام. هنبتدي نشد قصاد بعض الزوايا اللي طالعة دي، وممكن مع ضغطة خفيفة على الكورة كده من فوق هنلاقي ان السكرية نزلت لوحدها بالشكل ده. سليمة اهو، ما فيهاش اي كسر او اي مشكلة، نزلت سليمة على بعضها. وبرضو بالنسبة لمشكلة ان الغطا بيقولوا ان هو ما بيقفلش على العلبة، دي حلها ان احنا ممكن نصنفر شوية في الجزء اللي هو بتاع الغطا، مش المشرشر، لا الجزء اللي تحت. هوريهولكوا دلوقتي في التصوير الزاوية اللي تحت، اللي هو الجزء ده. تمام. اللي هو المدور عادي ده. تمام. ما بنجيش ناحية المشرشر ده خالص، بنبتدي نصنفر الجزء ده كده، داير ما يدور من الجنب. تمام، من الجنب بالطريقة دي كده. فالدايرة دي حجمها بيصغر شوية، فبنبتدي نقفل بطريقة عادية خالص، وبتتقفل على العلبة بالشكل ده. ودي كانت نهاية الفيديو، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك للقناة، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.